وصباح الخير من بلد كل يوم فيها حكاية جديدة. بس حكاية الأسبوع ده كانت مختلفة. مصر كانت بتتكلم والعالم كله بيسمعها. البداية كانت تأهلنا لكأس العالم. مبروك التأهل إلى كأس العالم، مبروك الجماهير المصرية الكبيرة، مبروك لكل عشاق كرة القدم المصرية. إنه لشرف عظيم. وبعدين فرحتنا بدكتور خالد العناني ابن مصر رئيس منظمة اليونسكو، مهد الحضارة وصاحبة أقدم اتفاقية سلام سجلها التاريخ. تعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر. ويتراجع سعر الدولار الأمريكي قدام الجنيه المصري. وأخيرا وقف الحرب في غزة. ترامب بإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية. كل الأحداث دي تحصل وإحنا بنحتفل بذكرى انتصار أكتوبر 73. كل الأسبوع مش بقول لكم أسبوع مليان تحيا مصر وتعيش يا مصر دايما في عزة ونصر. بس اللي لازم نفتكره دايما إن في مواقف بتكشف معدن الناس والبلاد، وأقصد بلدي مصر. مصر دولة قوية عمرها ما تجرد بمعاناة غيرها. لما اتعرض علينا نسدد ديوننا مقابل ان احنا نسيب ارض غيرنا قلنا لا، ولما اتعرض علينا كمان نحكم غيرنا مقابل مصالح قلنا لا. مصر اختارت كرامتها، اختارت ضميرها، واختارت انها تفضل سند مش تاجر، علشان دي مش سياسة، دي هوية شعب ورؤية قائد شايف قد ايه التاريخ هيكتب كل لحظة في التوقيت ده. المصري في كل تاريخ ميلادي أو هجري، وفي كل مكان وزمن هو المصري. المصري في كل تاريخ ميلادي أو هجري، وفي كل مكان وزمن هو المصري. الأسمر أبو ضحكة ترد الروح، الأسمر أبو ضحكة ترد الروح. أعرفه من بين مليون إنسان، أعرفه من بين مليون إنسان.